فكرة بعنوان كام متسلسلة وكام خط في مستويات الطاقة اللي بتطلع في ذرة الهيدروجين. بيقول لي إذا كان عدد مستويات الطاقة الممكنة لحركة الإلكترون في ذرة ما خمس مستويات. أدي 1 2 3 4 5. 1 2 3 4 5. ويمكن للإلكترون الانتقال بين أي مستويين من تلك المستويات، فإن عدد المتسلسلات، في فرق لما يكون عايز عدد المتسلسلات وفرق بين لما يكون عايز عدد الخطوط. تعال نحل الاثنين. هو السؤال طبعا عايز عدد المتسلسلات. هو الإلكترونات دلوقتي حصل لها إثارة وهي نازلة بتنزل بكل الاحتمالات. ممكن إلكترون ينزل من المستوى الثاني للأول، ومن الثالث للأول، ومن الرابع للأول، ومن الخامس للأول. لو احنا مثلا بنتكلم عن ذرة الهيدروجين يبقى دي اسمها متسلسلة ليمان، اللي هي عبارة عن أشعة فوق بنفسجية. طيب اللي بعده، ممكن الإلكترون ينزل من الثالث للتاني، من الرابع للتاني، من الخامس للتاني. لو احنا بنتكلم برضو عن ذرة الهيدروجين يبقى ديت عبارة عن ضوء مرئي واسمها متسلسلة ايه؟ بالمر. لو رجع الإلكترون للمستوى الثالث، معلش دي غلط، لو رجع الإلكترونات من المستويات العليا للمستوى الثالث أهو، يبقى دي كده اسمها متسلسلة ليمان بالمر باشن، ودي عبارة عن أشعة انفراريد يعني تحت حمراء. لو رجعت للمستوى بعد كده اللي هو الرابع، يبقى ديت عبارة عن براكت، ودي برضو عبارة عن أشعة تحت إيه؟ حمراء. يبقى لو إحنا بقى عايزين عدد المتسلسلات، أدي 1 متسلسلة اسمها ليمان بالمر باشن براكت، يبقى 4 متسلسلات، يبقى الإجابة هي رقم إيه؟ 4. طب افرض كان عايز عدد خطوط الطيف الناتجة، فلازم تفرق. لو عايز عدد خطوط الطيف دي غير عدد المتسلسلات. كم متسلسلة؟ 4. عايز خطوط الطيف هتعد بقى كل الخطوط. ادي 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10، يبقوا كام خط؟ 10 خطوط. وممكن احسبها بطريقة سهلة. هما كام متسلسلة؟ 5 صح؟ نشيل رقم 5 كده يبقى 4 و3 و2 و1. يبقى لو عايزين عدد الخطوط نجمعهم 4 زائد 3 زائد 2 زائد 1 يدينا برضو 10 خطوط. آخر حتة تاني، لو عندي 5 متسلسلات أشيل رقم 5 وأجمع 4 زائد 3 زائد 2 زائد 1. لو عندي 4 متسلسلات نشيل رقم 4 يبقى 3 زائد 2 زائد 1 يبقى 6 خطوط.